السلام عليكم. ازيكم؟ نتعامل ازاي مع كلمة لأ اللي بنسمعها كتير من أولادنا؟ طيب، أول حاجة لازم أعرف هل كلمة لأ اللي ابني بيقولها دي طبيعية في المرحلة اللي هو فيها؟ يعني إيه؟ يعني في مراحل عمرية من سماتها إن ابني يرفض أوامري ويقول لي كلمة لأ على طول. مثلا من سن سنة ونص لسن 5 سنين تقريبا، كلمة لأ طبيعية جدا في المرحلة دي، وربنا خلقه كده علشان في الفترة دي هو بيحب يستكشف وبيحب يجرب، شخصيته بتتكون وبيكبر، فكلمة لأ بتساعده إن هو يكبر بالشكل الطبيعي في الفترة دي. طيب، أنا لو حسيت بقى إن كلمة لأ بقت زيادة حبتين، سواء في السن ده أو في سن الأكبر من كده، رقم واحد، بدل ما أدي ابني أوامر أحط له اختيارين 3 كلهم مقبولين بالنسبة لي. يعني إيه؟ يعني مثلا السن الصغير بيحب يختار لبسه لوحده، فأنا هطلع له حاجتين 3 وأقول له حبيبي اختار منهم. هو هيحس إنه ليه حرية الاختيار، فهيقلل جدا من الرفض ومن العند في السن ده. فاحنا لو اتعاملنا في المرحلة دي بشكل صحيح، العند هيختفي بمجرد ما المرحلة تخلص. لكن اللي بيخلي العند يكمل مع أولادنا ويصبح سلوك متأصل عند الطفل لما يكبر، إن إحنا بنتعامل بشكل غلط وما بنديش الطفل فرصة إنه يعيش المرحلة بشكل صحيح. رقم 2، لازم يبقى فيه روتين معين وقواعد ماشيين عليها، برضو ده ينفع في السن الصغير والسن الكبير. يعني مثلا التليفون ليه وقت، التلفزيون ليه وقت، وقت النوم محدد، لو في مثلا نزول في الشارع او في خروج مع الصحاب يبقى كله ده بشكل مقنن، هيبقى عارف هو هيخرج كام ساعة واخره الساعة كام، وهكذا. الحاجات اللي بيبقى عليها خلافات كتير بينا بنحط ليه قواعد وبنمشي عليها، ويبقى عندي اصرار وحزم في تنفيذ القواعد دي، والا اللي مش هينفذ القواعد دي هيبقى عارف ايه العواقب. رقم 3، انت كأم او انت كأب ما تقولوش لأ طول الوقت. شوفي فعلا الطلب أو الحاجة اللي ابنك عايزها ينفع تتنفذ ولا لأ، لأننا معظم الوقت بمجرد ما أولادنا يطلبوا حاجة من غير ما أفكر، من غير ما نتناقش، بقول له لأ، مع إني لو فكرت هلاقيها حاجة عادية جدا وينفع تتنفذ. ليه ما تتنفذش؟ علشان وقت ما تقولي لأ يبقى هم فاهمين إن الموضوع ما فيهوش نقاش وما بقاش فيه رفض وتمرد منهم. في كام نقطة بقى لازم تاخدي بالك منهم وانت بتتعاملي مع ابنك. رقم 1، افهمي شخصية ابنك. في طفل لو قلتي له مثلا لا الحاجة دي هتعورك او الحاجة دي هتأذيك او في خطر عليك، بتلاقي الشخصية دي تخاف وتسمع الكلام. لكن في شخصية مندفعة، مهما قلتي ان ده خطر عليك، ده غلط، ده هيعورك، انت كده هتأذي نفسك، مش هيسمع الكلام مهما عملتي، لانه اندفاعه هو اللي بيحركه. الشخصية دي غالبا بتبقى شخصية قوية، فاديله مساحته من الحرية وحسسيه ان القرار في ايده في بعض الاوقات، ومش انت اللي متحكمة طول الوقت. الحاجة التانية اللي تاخدي بالك منها، لو ابنك بيقولك لأ في مواقف مش معتادة، ما تاخديش رد فعل عنيف. يعني ايه؟ يعني مثلا ابنك مش متعود انه يغيب من المدرسة، او ابنك مش متعود انه يغيب من التمرين، فجي في يوم من الايام قالك يا ماما انا مش هروح المدرسة. وقتها لازم تقعدي معاه وتتكلمي معاه وتفهمي هو مش عايز يروح ليه. ممكن يكون في حد بيضايقه وبيتنمر عليه في المدرسة، ممكن يكون في حد من المدرسين اسلوب شديد شوية وهو مش بيحب الاسلوب ده. فحاولي تكلمي مع ابنك في المشكله وقولي له انا اقدر اساعدك ازاي، وفعلا اتكلموا مع بعض في المشكله لحد ما توصلوا لحل. طيب، هنفترض بعد ما وصلتوا الحل هو برضو رافض يروح المدرسه، لا بقى، يبقى هنا انت لازم تتدخلي في حاجات ما ينفعش فيها اختيارات. احنا قلنا دايما ندي الطفل مساحه من الحريه ونديله اختيارات، لكن في حاجات معينه ما ينفعش فيها اختيارات. زي ايه؟ زي مثلا الدراسة، هو عايز يقعد من المدرسة خالص ومش عايز يتعلم. زي مثلا عايز يقعد طول اليوم قدام الشاشات. زي مثلا عايز ياكل طول اليوم أكل من بره ومش عايز ياكل من أكل البيت. فهنا بقى الحماية قبل الحرية. لازم يعرف إن في وقت معين لازم ماما تتدخل وكلام ماما هو اللي هيمشي. ومن ضمن الحاجات اللي مش مقبولة أبدا وما فيهاش اختيارات، إن أنت تكون بتأذي نفسك أو بتأذي حد تاني أو بتتعدى على حدود الآخرين. خدي بالك برضو وانت بتتعاملي مع ابنك، ممكن يكون بيقول كلمة لأ لفت للانتباه أو
بدافع الانتقام. يعني ممكن أنتِ تكوني مشغولة عن ابنِك شوية، ما فيش اهتمام في البيت، ما فيش حد بيقعد يتكلم معاه ويسأل عن أخباره، أنتِ طول الوقت بتشتغلي في البيت أو لو بتشتغلي برّه البيت أو بتكلمي حد، المهم إنِك مشغولة عنه، فتلاقيه دايمًا بيقول لِك لأ، لإنه أول ما بيقول لأ أنتِ بتنتبهي ليه وبتبُصّي له وبتزعقي وبتيجي لحد عنده، فأنا كده نجحت إن أجيب ماما لحد عندي. الأولاد وهُم صغيرين بيسعوا إنهم يلفتوا الانتباه إما بطريقة سلبية أو بطريقة إيجابية، فلو أنتِ ما عرفتيش تنتبهي لابنِك لمّا يعمل حاجة إيجابية وتهتمي بيه وتشجعيه، هو هيحصل على الانتباه بتاعِك بطريقة سلبية، أو بيكون بيقول لأ كتير بدافع انتقام. يعني أنتِ طول الوقت مثلًا بتزعقي له، بترفضي له طلباته، بتقولي له لأ كتير، علاقتِك بيه في العموم مش حلوة، فطبيعي جدًا أول ما تطلبي منه طلب هو هيحب يضايقِك فهيقول لِك لأ. قبل ما تفكّري إزاي ابنِك يبطّل كلمة لأ، فكّري في إيه اللي وراها، إيه الاحتياج اللي عند ابنِك اللي خلّاه يقول لِك لأ طول الوقت. وأخيرًا أوصيكِ بالدعاء. السلام عليكم.